الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الصيام من بلوغ المرام: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. الحديث رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان، ورجح النسائي إرساله. قول الحافظ هنا رواه الخمسة، من المعلوم أن اصطلاح الحافظ في الخمسة أنهم أصحاب السنن الأربع وأحمد: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. لكن شراح الحديث ذكروا أن هذا الحديث ليس موجودا في مسند الإمام أحمد، وحتى الحافظ ابن حجر لما ذكر هذا الحديث في كتابه التلخيص الحبير عزاه إلى أصحاب السنن ولم يعزه لأحمد، فلعله هنا وهم أو أخطأ. والنسائي رحمه الله رجح إرساله، وبيان ذلك أن الحديث يرويه سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس، وأكثر الرواة الذين رووا هذا الحديث عن سماك بن حرب رووه عنه عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا دون ذكر ابن عباس. وسماك بن حرب رحمه الله قال عنه الحافظ بن حجر: صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وتغير بأخره فكان يقبل التلقين. وقولهم يقبل التلقين يعني أن الراوي ربما أتاه بعض الرواه أو بعض التلاميذ فلقنوه أحاديث، يقولون هذه الأحاديث من أحاديثك، فيتلقنها، فلا يميز بين حديثه وبين ما ليس من حديثه. فهذا هو معنى التلقين. وكما ذكرنا إن أكثر الرواة عن سماك رووه مرسلا، ومنهم سفيان الثوري وإسرائيل بن يونس وحماد بن سلمة، هؤلاء رووه عن سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، لأن المرسل هو ما يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. زائد بن قدامة هو الذي رواه عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأئمة النسائي وغيره رجحوا رواية الإرسال.